توقفوا عن الأكل لثانية. من أكثر الحقائق التي تفاجئ الناس عن الشاورما أن أصلها ليس عربياً. نعم، الصدمة حقيقية. البداية الحقيقية تعود إلى تركيا، وتحديداً مدينة بورصة، باسم دونر كباب. الدونر يعني حرفياً الكباب الدوار، وكلمة شاورما نفسها مشتق من الكلمة التركية شافيرما، ومع الوقت تحولت في ألسنتنا العربية إلى الشاورما التي نعشقها. المفاجأة الأكبر: الشاورما لم تكن ساندويتشاً، بل كانت تؤكل في طبق مع الخبز والخضار والزبادي. تخيلوا، شوكة وسكين. قبل عام 1867 كان الكباب يشوى أفقياً، لكن الشاب إسكندر أفندي قلب الموازين حرفياً. جعل السيخ عمودياً لابتكار عصر جديد. لماذا؟ لأن الشي الرأسي يسمح للدهون المذابة بأن تنساد من الأعلى لتسقي اللحم وتمنحه طراوة لا تقاوم. فيزياء لذيذة جداً، وانتشارها سبق انتشار البرغر في بعض الدول. في ألمانيا مثلاً، الشاورما هي الوجبة الشعبية الأولى بلا منازع. ألمانيا تستهلك 400 طن من الدونر يومياً. تخيلوا حجم الجوع. الفضل يعود للمهاجر قدير نورمان الذي اخترع الساندويتش السريع في برلين. وليس كل سيخ دوار هو شاورما. الجير اليوناني يستخدم الزبادي والخيار التزاتزيكي وخبز البيت السميك، نكهة مختلفة تماماً. أما في المكسيك فلدينا الباستور، وصل مع المهاجرين اللبنانيين، لكن المكسيكيين أضافوا عليه لمستهم السحرية: الأناناس. هل تعلم أن عائلة إسكندر تمتلك علامة تجارية مسجلة؟ لقد خاضوا معارك قانونية لسنوات ضد المطاعم التي تستخدم اسمهم بدون إذن. وفي عام 2022 حاول هواة في تركيا إرسال سيخ شاورما إلى الفضاء. وصل لارتفاعات شاهقة قبل أن يسقط في البحر. طموح لا حدود له. عندما وصلت الشاورما لبلاد الشام أضفنا لها روحنا: الثومية للدجاج والطحينة للحم. هذه هي اللمسة التي غيرت التاريخ. تقطيع الشاورما فن بحد ذاته. يجب أن تكون الشرائح رقيقة جدا لتذوب في الفم مع الخبز المحمص. يا للروعة! تحدي العمالقة. البرجر ضد الشاورما. الشاورما تفوز بالتاريخ، الأصالة، وبالتأكيد بالطعم الذي يغزو القلوب عالمياً. السر المكتوم هو ترتيب الطبقات. يوضع دهن الغنم بين اللحم ليذوب ببطء. إنها عملية كيميائية معقدة، هدفها واحد: السعادة. من زقاق صغير في بورصة إلى كل عواصم العالم، الشاورما ليست مجرد أكلة، إنها قصة نجاح وابتكار وتواصل حضاري. لنتذكر: أصل تركي، ابتكار عمودي، طبق لا ساندويتش، وهجوم عالمي كاسح. هل استوعبتم كل هذه المعلومات الصادمة؟ والآن السؤال الأهم في التاريخ: هل تفضلونها باللحم أم بالدجاج؟ وبالثومية أم بالطحينة؟ شاركونا في التعليقات. شكراً لمتابعتكم رحلة الشاورما العظيمة. ابقوا جائعين للمزيد من القصص المشوقة خلف أطباقكم المفضلة. أنا سأذهب لتناول واحدة الآن. أراكم في الفيديو القادم مع حكاية جديدة وصادمة. وداعاً، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم كل حقائق الطعام الصادمة بأسلوب الأنمي. مع السلامة.